صباح الخير. الوصفه ديالنا ديال هذا الفيديو هي البرجر. اليوم نوريكم كيفاش ممكن تقادوا برجر ساهل وبنين بحال اللي كناكلوا في المطاعم بطريقه سهله وسريعه، وانا ما كنبغيش نعقد الوصفات سيرتو الا كانوا ساهلين. غنقادوا برجر بكفته ديال الدجاج متبله بطريقه رائعه. وإلا بينا البرجر يجي زوين ضروري خاص الخبز ديال البرجر يكون من نوع جيد. انا استعملت هذا النوع وراه معروف ومتوفر. وعندي كفته ديال الدجاج اللي ضفت عليها شحمه ديال الكلوه اللي كتخلي فيها مذاق اكثر من رائع، وتبلتها ببهارات الدجاج فاكيد غادي تجي بنينه في البرجر. وممكن تستعملوا كفته ديال اللحم حسب المتوفر. كورنيشون والخس والبصله ومطيشه اللي مقطعين دوائر. بالنسبه للفرماج درت فرماج تشيدر، هذا النوع اللي اللون ديالو اصفر كيجي اكثر من بنين. انا غنحل معكم الخبز ديال البرجر اللي غنخدموا به. خاص ضروري يكون من نوع جيد واسفنجي ويكون طري. خذوا اي حاجه عندكم مدوره، ممكن تستعملوا غطاء بحال هذا في هذا الحجم. غندير عليه بلاستيك وكنحطوا وسطو الكفته ونضغطوا عليها بحال هكا باش تعطينا شكل دائري، والدور ديال البلاستيك باش يسهل علينا نزولوها من الغطاء. وهكا بسهوله كنحصلوا على شكل دائري. ودابا في مقلاة كنوضعوا ملعقه كبيره من الزبده. انا كنبغي الخبز ديال البرجر نحمرو شويه كيجي الطعم ديالو احسن من الا خلينا غير هكاك. ودابا نديرو شويه ديال زيت المائده حتى تسخن الزيت مزيان، ونضعو فيها دوائر ديال الكفته. وكنبقاو كنقلبوا في الكفته حتى كطيب لنا من الجوانب بجوج. ومن بعد ما كتحمر الكفته كنوضعوا عليها مربعات فروماج تشيدر غير شويه حتى كيذوب عليها ونحيدوها. البرجر هو من اشهر الوصفات، والطريقه ديالو سهله ودغيا كنوجدوه. صراحه ما فيش كثره الخدمه وكيجي بنين بحال اللي كناكلو على برا. ودابا المرحله الاخيره غنبداو نعمرو في البرجر. بالنسبه للصوص ممكن تقديو باللي متوفر عندكم. انا هنا درت المايونيز والصوص الجيريان اللي كيزيد بصراحه بنه في البرجر. ممكن ديروا صوص برجر ولا صوص فروماج على حسب اللي متوفر عندكم. ودابا غادي نبداو نحطوا الكفته، نحطوا عليها مطيشه والكورنيشون. بالنسبه للكيبيا ممكن تزيدوا ممكن تنقصوا على حسب كيف بغيتوا، والبصله. وفي الاخير غنديروا الخس. وممكن انكم ترتبوا ساندويتش البرجر ديالكم بالطريقه اللي عجبتكم.
وهكا كنكونوا سالينا ساندويش برجر اللي كيجي اكثر من رائع، بنين وسهل التحضير، كيجي فيه المذاق الكفته زوين بزاف، ولا صوص والفرماج تشيدر اللي ما كتخليش البرجر يكون ناشف. الى عجبكم الفيديو نتمنى ديروا لايك وابوني للقناه باش دائما يوصلكم الجديد. دابا غنقول لكم بالصحه والراحه، والى فيديو جاي ان شاء الله.